بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 43 من دروس الفقه المالكي. أيث مثلا نمسلايد ذي الحلقتين نعدان في الاستعداد للموت. وقد قلنا بأن الموت حق ربي، ولكل أجل كتاب، أينما تكونوا يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. درسنا عدان نكمل آخر نقطة شرحناها، موضوع الدفن، في كذا التفاصيل المتعلقة بالدفن. ثورة السنة هضر في سنة التمثال، تمثال تمزوروث زيارة القبور، تمثل في السنة صلاة الجنازة. تجي الحلقات في ثلاثة، ولكن ذي الموضوع أحكام الجنائز، ولكن ذي الحلقات نتاع الفقه المالكي الحلقة رقم 43. الساقي أنا هضر في سنة زيارة القبور أو صلاة الجنازة. أنزوير كان ذي المقدمة أدن مسلاي في كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على زيارة القبور. يعني لنت أحاديث كثيرة اخترت بعضها عند النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا، يعني يحفزنا، يدعونا إلى زيارة القبور. إناد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. وقد رواية من روايات الحديث، حديث قيس وغد الإمام مسلم، الإمام أحمد وغيرهما. ذي الحديث يفقند المقصود من الزيارة. العبد مال يروح أديزر في مقبرث، المقصود باش نتسا يتعظ، نتسا أذ يحفظ الدرس من الموت. والموت اسمه الواعظ الصامت. الموت يتسكد الموعظة يسلم ذي مذانا سوا شو سسمي بلا ما ينطق، بعد ما يوض ثم قبرث هذه وحد ربي سبحانه عز وجل سيني وكذاكي يتسوالي غا كثورة لان يونواس ذي فلاحان التجار لا خدم ذي الدنيا يثلحون ميثورا يكشمن الدواكال، يكشمن الدواكال هذا سيني أدياسي ونواس ولا ذنكيني أذي لغ السيسن. لذلك أنا غاون داشو دينا عمر بن الخطاب إنه كلما سمعت الناس مثل غيم الدن داشو قارن الناس مات فلان مات فلان إلا وقلت لنفسي سيأتي يوم يقول الناس مات عمر مات عمر. إن كما كاين مسلايا نسلم الدن مسلاين كي خضر يموت الفلاني يموت الفلاني، تغريض الإعلان لافيشاج ثان الفلاني يموت أكيد مسلاي. ولكن هذا ياسي ونواس ذا غاد مسلاين فلانا مليون دا يتمثل في كولا تروحوا مرة ننطليون نقارس نكوني خاطئ يا أخي مرة ننطليون يا أخي لا وضع دياس دفيرس سويفون أنا ودياسن كل يوم يقارس ماشي ذلك ذوياض نكوني شغلنا أنساوي الغاشي أرث مقبرث أكا ينستسو ماشي ياك حاشا، ولكن لا نوجد السجن خصون قارناس نكوني نسوى خدم أنساوي الميتين مي وقاذ يعني يفهمن ذا شو المعنى نلموث لفذات خميم الفلاس سيني ذنك راد يسمن بعدوا نزرا وين نطل دنقارو وين نطل ذفيرس كل يوم سيني ذنك باش يسوج ذاوين. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر.
تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الأثر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. لذلك الموث ذي المدرسة الموث صغاراي إمذانا سسمي صفيون مادي زرثي مقبرث سلامي الحديث اختار ديون الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما أمشى الدين عليه الصلاة والسلام باش الإنسان يتذكر فإن في زيارتها تذكرة. وفي رواية أخرى كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أي غير النهي يساد خطر الوقت نسلم كانوا حديثي عهد بالإسلام ذي المدينة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ذي جديد من الإسلام من عيثم أي غير باش خدمنا لا أي شمثن البدان هكذا هكذا أم بعد شو سينا ألا فزوروها النتيجة المقصد الحكمة فإنها تذكركم الآخرة. والزيارة جايث مثلا ماشي كان يرجزم ولا تلاوين السلامي والحديث هذا تصل السلام حديث أبي هريرة إن الدكس إنك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. الحديث أخرجه الإمام الترمذي الإمام أحمد وغيرهما. المقصود اللائي يكثرن من زيارة القبور ذوقيد الممنوع مولاش ثلاث سمطوط صالح قزر ثم قبرت لماذا ما ذي الجازم صافي ما رحنا ثم قبرت يتعظون ذوي الفايدة أذخمم من ذي واحد من ربي سبحانه أذخمم من بلاد يسيون وسافيرين ذي نزداغ يزكوان يثمطوط تحوج وثاني الحديث عام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا هو الأصل الحديث الأصل. الحديث اللي في قد الاستثناء يعالج حالة يتذاوي يثن ظاهرة ثلاوين يتكثر الزيارة لا نافيت طالع هابطة تستلي السذر ولا الأحاديث نظن وقال يعني ثلاوين يخدم النياحة أتصور ذين أتسوئي مطوني ونشفي حارة الحصول غوير ذا قرقوتي تسوي القوس تسوي كذا عفس في المقابر وقي الحظر أو المنع خاص يعني يعم الرجال والنساء على السواء ماذا الجزمة سلاوين نغمى كلان ثقاض يخدمن الشغل رونديفو كثني كل جمعة يا الجمعة وراح الزرغ يمولانيو نغزرغ الراوي ونسي مثلا لأنه قاس يخدم لك الشغل ذي القانون يا الجمعة كل جمعة صباح ارفد القش الشار طوموبيلات رحت اشياء كا من ذاك بنادم ولي تغيمي راه بنادم ولي زوريا كل تغيمي راه غادي يخدم بروغرام لومبلوا دي طون ماشي كا حوايج الوقت في كيثيويه وفي كيثي الاحياء والميت مشى الماء بضر غرس في كاس دعوه الخير فيرا قاس ندعو سيدي اللهم اغفر لموتى المسلمين فلسنا عفو ربي لذلك مشى الماء بضر غرسا ولكن دينا المقصد من الزياره فانها تذكركم الاخره. في الحديث فإن في زيارتها تذكرة خطر مارتك الشمض رث مقبرت الهيفاني مقبرت إلى آخره أتجدك الدنيث تسخمي إلى خرف إيو الزكاة كنقارن إلا والسا إلا والزكاة إلا وزكاة. باختصار طبعا تقي معلومات يعني الموضوع طويل يعني سنة الحلقات تجي ثلاثة يعني إن شاء الله نحاول نختصر بعض الأمور باش نكمل ذي الحلقة بس إن شاء الله باش نكشم في موضوع آخر. ثم بعد نهضر بعد هذه المقدمة نهضر في مقاصد زيارة المقبرة أو زيارة القبور. هذا يدنا في الحقيقة بس دعوة كم طريقة منهجية نظن
المقصد الأول تذكر الآخرة، العبد الذي يخمم إلى خرطيس. المثني أتزدغوا ليس أكثر باش هذه يزرب اللي ثلا النهاية أدياسيون وسديمث ربي سبحانه مدينا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خطر الدنيا بشواغلها، الدنيا بهمومها، الدنيا بملذاتها تلهي الإنسان عن تذكر الآخرة. الدنيا تيكون سفوغ العقل، سفوغ العقل هذا بلاد ما دي خدمه ما كانوا يتسمى ثراكو، ولكن مي يروح غادي مكثي غادي يزرب باللي اخا من تيد تدوا يقارني ونواس يون استقساين يساء وثي سمكاني عمرا يفاد يون يسعى الحكمه يسعى العقل ذي المعقول إن يسوي سمكان يعمرا يعدى في ثذرين يعدى المي بض عند ثلاث مقفرث إنايس هاثوم كان يعمرا إنايس نغاكوي سم كان يعمرا ثبضي سم كان الخلا. قلت لك خذ بي أوي اديني المكان عامر وديتني المكان خالي. إنايس ذوقي ذم كان يعمرا وقاذي لان ذيهين أن يزدغ أديسل ما ذيوال سم أديك شمسام كاني وين ديكش من سخاماكي وريد سوغال سخام وايض، بمعنى الأحياء اللي راهم ساكنين كل واحد وين ساكن يجي نهار يجيو كامل إلى المقبرة دار القرار، ولكن اللي دخل القبر نتاعو لن يغادره إلى يوم القيامة حينما نخرج جميعا من الأجداث. يعني ما كانش اللي يخرج إلى غاية يوم القيامة، هذاك هو دار القرار. إذن وقي المقصود مزيور ذو تذكر الآخرة. المقصد والسن الدعاء للموتى وقي مقصود أيضا، والإخلاص في الدعاء للموتى يكون أكثر في المقبرة. فقدني اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم ويمن كتابهم وثقل ميزانهم بالحسنات، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ندعو لهم، ولكن درجة الإخلاص في الدعاء للموتى يكون في المقبرة أكثر. يون مريك الشم أرث مقبرث درجة للإخلاص هذه أكثر في مقبرث ذينا أكثر من ذا يسنا ديستونس. وفي كل خير وحسب الحال، هذه ليست قاعدة عامة، هذا هو الغالب، ولكن دائما كاين استثناءات. طيب إذن وقيد الحكمة والدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يروح كما ثبت عنه أنه يخرج من آخر الليل إلى البقيع، يعني سكان البقيع، مقبرة البقيع أكبر مقبرة في المدينة المنورة في قرب المسجد النبوي، دفن فيها أكثر من 10,000 صحابي، أكثر من 10,000 من الصحابة ينطلن ذي مقبرة ثاقي للبقيع. ونطلن الصالحون والعلماء. الإمام مالك إمام دار الهجرة بالمناسبة دفن هناك، عالم المدينة، وغيره من العلماء ومن الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مري بوصني السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى أن يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وقيد الحديث الذي رواه الإمام أحمد الإمام مسلم وغيرهما. أما كان غير الدعاء جامع رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. السلام عليكم أهل الديار، هكذا نص الحديث، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هكذا جاء في هذه الرواية. أسأل الله لنا ولكم العافية.
وقي من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذه اختيارات، هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب. وجيت الرواية لهذا الحديث إنك أمرني جبريل أن آتي البقيع فأستغفر لهم. أيضا الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام إنك يمريد جبريل باش نروح البقيع عند نطلق الصحابة يجي وعند نطلق الصالحين إنك فأستغفر لهم ذاكي باش نفهم بالله مثلا وين راه يوفق ربي ذي وضر ذين من السنة بنادم يروح هذا يسلم في اللسن. طبعا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يزور قبره الشريف ويزور صاحبيه أبا بكر وعمر ونبضن المسجد النبوي، يصلي ركعتين في المسجد النبوي ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وكذا أبو بكر الصديق وعمر الخطاب. يدفع غادي يروح مباشرة إلى مقبرة البقيع باش هذه السلم يوقف الصحابة ينطل المدينة أكذ المسلمين مرة أكذ الصالحين مرة. فكي باش بنادم يغفل راه فلاس وما يبض ماشي يوميا، ماشي بكل تظليث، ماشي من الزول الطهور عادي من الزول العصر، لا، كل حاجة الساعة الميزان ديال الدنيا، كل حاجة الساعة الميزان ديال الدنيا. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في كل صلاة كما يعتقد البعض شي نزول طور إلقى سلمى في النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لا لا، خاصة درك مع كثرة الناس وإلى آخره والزحام وكذا. الجام كان يويض خاطر ما الذي 500 يذنا من الزول نخدمك المعنى يسنجيني وقال لي ديال بالك أول مرة نحرمي ثويت صوضرة بالك من بعد هذه حبسيت الماس هذه يغال هذه يروح وكذا وثقي سوف نشير إليها ما نوضع الحج إن شاء الله، الحج والعمرة في تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع باش ننظر بعض أخطاء المسلمين يعني تشوه جمال هذه الزيارات وهذه العبادات. نسأل الله العفو والعافية. تورا اسمح لي أكتفي بهذا لأنه فيه بزاف أمورك يعني في تفاصيل. نروح مباشرة إلى صلاة الجنازة. في الحقيقة ركزوا في النقطة الأولى في زيارة القبور باش ننظر ذا شو المقصود ينس، وفي نفس الوقت نجاوب في موضوع زيارة النساء للقبور، خاطر أحيانا يشاع خبر حيني المرأة لا تزور كذا، ولكن استفهمت ذا شو يقصد إلى الممنوع. تبغى ثمطوث تدو يديك باش تروح تزور المقبرة هذا الحقيس عادي، وهي تتعظ وتدعو ونسأل الله القبول عادي، ولكن الممنوع ذكرناه. ثم يتمثل نشرع إن شاء الله تعالى في صلاة الجنازة. أولا مقاصدها أو حكمها. صلاة الجنازة هو فرض كفاية، سنأتي إلى هذا الأمر بعد حين، ولكن نبدأ في البداية نهضر في الحكم، حكم تشريعها أو مقاصدها. بدنا كيتمثل باش نظر باللي كل حاجة ذي الشرع يسعى المقاصد، لذلك كان يغني الوس وهو أكيد إلا يوث المادة اسمس مقاصد الشريعة الإسلامية، موديول أكيد اسمس مادة. المادة دي مهمة نحو جيتاك، نحو جيت الإمام، نحو جيت المفتي، نحو جيت القاضي، نحو جيت الحاكم، نحو جيت المسلم. كلنا في حاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. باش نزر يلا صلاة الجنازة الساعة الحكمة ثم زواروث إن شاء الله تعالى الشفاعة للميت. أنا عامه أخي ربي ذي شفيعا. ما من رجل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، وفي رواية أخرى 100 رجل، معنى الزيادة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. مع انتهى
ما راه صلاة الجنازة ما إلا الظلم فلاس 40 جنس المن مخلصين في توحيدهم في إيمانهم إنك ربي سبحانه يشفعهم فيه 40 جنس سثر ربي سبحانه باش هذا سيعفو هذا سيسمح إلى آخره ما شاء الله. وكلما كان العدد أكثر كلما كان أحسن. نظن في 100 وثيكوات زر من ذا لا روي نهضر في 3 صفوف. لذلك ما إلى الإمام كنيني خدم 3 صفوف الحد الأدنى. ما تخدم بزيادة الله يبارك. نخدم ري ونصف أنشتيلات. مثلا توارث الجامعة قال الله يبارك الجامعة مسجد التقوى ذراع من خدام سي طرف الطرف الله يبارك شحال لا الصفاقي وناس نفضوا في 3 في 4 في 5 أكن قوى نصفوا فيه خير ذي الفايدة الميت. لذلك مثلا نهضر دي الدرس عدان يتسالى الميت يتسالى ذي نسلم يتسالى يسعى 6 الحقوق نشرح دي الدرس عدان سيسن نظل في الناس ونظلب الشفاعة نظلب العفو أرسيدي ربي سبحانه عز وجل نسأل الله القبول. هذا إلا الحكمة اللي أظن مهمة في الحقيقة الشود ثاقي الشفاعة ثاقي انتفاع المتوفى بدعاء المصلين بل بدعاء المسلمين. شو المعنى ذي الآية مش غدينا ربي القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربي عفويا فعفوضي مزورة إغزوارا سافري ذاقين الإيمان صافي دعاء مطلق. لذلك الملائكة أكينين آمين ولك مثل ذلك أكن تذعيض إيون في ظهر الغيب سواء كان المدعو له حيا أو ميتا ولو ما تذعوض أما ذي الحي ما ذي الميت. الملائكة أكينين آمين ولك مثل ذلك ما تذعيض استصرى هذه الصر ربي كذي سلمان ربك يسر يعني أذعون الملائكة كيسر. ما تضعيض الزمرث كيف كربي تزمرث ما تضعيض السلهنة كيف كربي لهنا ما تضعيض الربح كيف كربي ربح وهكذا. ولكن ذاكي مادام نهضر في صلاة الجنازة الحكمة ينس أشو دي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يعني مرث دعوم الميت ادعوا الله بإخلاص. الحديث صحيح أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام أبو داود وغيرهما. المعنى يونذي عسل الإخلاص ماشي بسرعة كان سعدي كان خاطئ مش تذبلي أكني تضعيض الإخلاصي الميثني فمزول في حواج لقد أفضى إلى ربه يروح ذاين الميت يروح ايش تنفع كان الدعاء ما كان يسادي حديث أبي هريرة ما يسعى الدرية الصالح يستدعون ما إلا يجد صدقة جارية يفنى الجامع يفنى السبيطار يفنى لاكول يغزى التجران يغزى الفير صدقة جارية وأنواعها كثيرة علم ينتفع به. ولكن كي نجمعوا الأحاديث الأخرى أن دعاء المسلمين لموتى المسلمين ينفعهم صافي الميت اللي سفيذي ذاك الشيء سفيضاض سير الله جري مستدعيض ذا مرث مفضولة ذكيتش اكدي سخر ربي وكذلك يذعون الإخلاص سقول يصفان زدين مامان إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام
كاين الدعاء المأثور اللهم اغفر له وارحمه يموت ونصح فيه دعاية النبي صلى الله عليه وسلم. وقي عوف بن مالك هو اللي راوي الحديث، وين دارون الحديث الصحابي الجليل عوف بن مالك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الميثني اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس المسكين وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله المسكين وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. يعني من جوامع الكلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء شامل، ذو الدعاء يلهى مليح. ذا شو سيدنا عوف بن مالك إني حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. إنك السيري ما غادي لازم كذا الميتم في كياس الدعاء الله يبارك ما شاء الله. لذلك يكون الساقي ما ندعو إلها ندعو بهذا الدعاء اللهم اغسلناه ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله ويسر حسابه ويمن كتابه وثقل ميزانه بالحسنات. هذه رواية أخرى الحديثة ويمن كتابه وثقل ميزانه بالحسنات إلى آخر هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة ثلاثة الناتج على كل حال عرضا انتفاع المصلين بالأجر والثواب الاثنين بين فايدة تجد فايدة مقرن. ثورة ثانيا نظر شوية فضلها صافي فضل مقرن. أشرنا إلى بعض الأحاديث في الدرس السابق وين يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتبع جنازة وندفع عن الجنازة يعني جنازة مسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا سنية كل شيء سنية يوذم ربي سبحانه وكان معه حتى يصلى عليه حتى يصلى عليها يعني الجنازة سواء كانت لرجل أو لامرأة ويفرغ من دفنها لما ينطل ثم لو نسعى العذر الصوت كان روح ونسعى العذر يزول الجنازة روح باش نظر باللي هي فرض كفاية ولكن يهضرد في الأفضل الأكمل الأتم ذوا يعني أصدوض الجنازة الإيمان الاحتساب وتقيم ضذنا ألم تنطلن المنطل الجنازة ني فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد إنك ديوغال كل يوم السيولة ديوغال بقراطين إنك كل قراط ذي الأجر أنشتب بذرار أحد يقلن دي المدينة المنورة ومن صلى عليها يكمل ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط ما إلا يزول كان في اللاس وبعدين يغال يروح قبل تنطل يسعى قراط يعني قيس جبل أحد من الحسنات باش تلقى ظريف مثلا أمكيون يزمر يخدم استثمارات ديزانفستيسمون استثمارات الحسنات هذا هو الحديث يوني ان النبي عليه الصلاه والسلام من تبع جنازه فله قراط من الاجر يعني احاديث كثيره اخترت لكم هذين الحديثين. ثالثا حكمها حكم صلاة الجنازة فرض كفاية. فرض كفاية نسفهم ود ودنعيوذ فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن عموم المسلمين. هذا مكان بيلا ماشي ميقموثي ونيثا الدارث إلا قوك الدارث الظلم في اللاس ما ظلم في اللاس 30 40 50 يعني ظلم الله يبارك ما إلا وقاد يسعى الشغل يسعى يثني طفن يسعى العذر ورزالة ورسالة ذنوب وقل كان كيف يتكافل المسلمون حتى في هذه العبادة أقرأ غيث الدرث ذي 100 ذنخ ظلم فلس 40 60 ظلمنا
60 ربحان ديال لافير وسعنا الذنوب بدنا ربحان ديال لافير ماشي معناه وتحاسبنا راه هو كاين المقصود وتحاسبنا راه اي غير خاطر 40 20 30 وقاعد يظلن كسنا ذنوب الظلن كان الحق يجمثنا نطلنت ظلن فلاس نطلنت فرض كفايه اما رد السلام مثلا ما يوني السلمد نقيم تجمع تربع تيسلم ديون ماشي شرط السنارياك سيريون بركه السيريون سين وعليكم السلام يكفي هذا يجزي ويسقط الاثم عن الجميع ولكن فروض الكفايه اذا لم يقم بها البعض او لا احد اثم الجميع لو كانك نزدغ انت الدارس نغن الحومه نغن تمذينت يموت سنيون من بعد وظلنا راه فلاس اكن مالا نسى ذنوب باش نحرص على اداء هذه الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا على صاحبكم كما في الحديث المتفق عليه خرجه الامامان الامام مسلم والامام البخاري. شروط رابعا شروط الوجوب شروط وجوب صلاة الجنازة. شرط مزوارو أن يكون المتوفى مسلما ولو كان عاصيا ولو كان غير مصلي. أذيل الميت ذي نسلم ولا ماذ العاصي ولا مو يتظلر إما بوينا غديون يتظلر نتسو يتظلر مي قار لا إله إلا الله محمد رسول الله أنظل فلاس باش نمسفها ما يثمثن حذر ثندن غلظ ما يموثيون يتظلر أذ غسنيني شو الزلظار نكون زلر فلاك خاطي مادام ذين سلم إقار لا إله إلا الله محمد رسول الله أنظل فلاس ربث يحاسب ذي الآخر ماشي ذي لو كنا يحاسب لو كنا ذي الدنيث أنا ينصح تظليث تجديث الدين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عماد الدين تظليث نساتي تمزور تنتوحاسب فلاس يوم القيامة تمزواروث جماعة الخير ماشي حاجة في قرايون يتوكل لخا كيني حمل غي جليلن تعاون غي مغفان يموضان تخص سوى تظليث اسما تسير تمشطوح ثاكا ذايا تخصي كنت تظليث اكد رمضان اكد العاشور اكد الحج ذايا شطاس لذلك جماعة الخير تظليث سيدنا عمر الخطاب اسمي شهيد المحراب ثم شوتي تزرامت جوست اسمي ديو غالك العقليس خاطر قتل غدرا اغتيال يفيد كان إن اسمه ظلني نسلم يسقصف ظليث يسقصف في ماني سمكة يتسوث الخنجر مسموم وكذا لا يسقسف ظليث سالق غادي يهضر ربي لا يدريني خاطر يغار مثل الغفلة سم قرانت أتفض العمر 30 40 50 سنة 60 سنة دين تزرام لأنه قادون ظلارا يرمي تساك الحقيمانيس يقارا كلمة سوري الصوضة 60 مازال مزية هذه مغراكة شوية سورتو لا روتريت بيبي لا روتريت ولا ويا ديبي لنا نتريت يقال غستوفانا راه يقال متسود الكواغ لي بابي لا باباراس دوسيوات صافي غادي يروح مسكين هذه يروح مشيت تغاض المساكيت ثورة الدنيا إلا قلم يقرح معليش أسيتو زما معليش ماشي غنكونداني اتونسيون حذاري تكونداني ثلاث جيون أنتم دعاة ونحن دعاة ولسنا قضاة كما قال أحد العلماء ربي قال ادعو إلى سبيل ربك هي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله أن نكون جميعا من المصلين
وني غنديو نواس رمضان يسعى الزهر اكثر نزال في ثمورتنا هكا ماشي هكا وقادي توزومن اكثر بقادي تزالان ولكن السيرين باش اسيري الزاليث ياك وإذا غلو قادي تزالان دا تاكناس الكونجي كونجي سون سولد سولتي بدي الشتوى انا كذا ديال الفتوى شحال غادي تسن ذي العجبه زعما زعما شوف خاطر طاسي قلان ولكن يجي تاكور وشهرين وثلاثه واربعه عادي ولا هضر في موضه نهضر في لسني ونواس لكن ريك شمس بيطار بقى على خير اشيني مدفغ ان شاء الله ضغر مغاك ثازاليث ونايونا طاسي تروح نسي سبيطار ديري ثلاث مقبرث ورساله الفرصه ني باش هذه غرام لذلك تظليث تظليث ثورة ناد صافي الشرط ينسلم أن يكون المتوفى مسلما هذا ما كان ولو كان عاصيا ولو كان يلعب العاصي عادي إلا كان ظرف فلاس الشرط والسين حضور الميت أمامنا ماشي صلاة الغائب خاطر في الفقه المالكي حكم صلاة الغائب يعني حكمها الكراهة حكمها يعني حكم الكراهة أن يكون المتوفى حاضرا أنزل في الميت موضوع النجاشي وكذا هذا موضوع آخر يعني ممكن واحد درك الآن يتفكر وطبعا لذلك العلماء الذين قالوا بسنية هذه الصلاة قاسوا على هذا الحديث ولكن في المذهب المالكي باش تكونوا على الأقل من الناحية المعرفية تعرفوا باللي تكره الصلاة على الغائب لكن في الفقه المالكي الشرط تكون حاضرا ويعوضون ذلك بالدعاء وهو صلاة الجنازة في حد ذاتها دعاء. الشرط الثالث ذا شوث ألا يكون شهيدا وقد شرحنا هذا فيما سبق. ما إلا الشهيد لا الشهيد تظلر في اللاس ولكن سفقد الشهادة ليكون في جهاد في حرب مشروعة الجهاد المشروع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لشهداء أحد قد ذكرنا ذلك فيما سبق ولكن الحمد لله كاين بشائر نبوية لبعض الموتى يعدون إن شاء الله من الشهداء ثمطو ثموث نستاذيست تروح درفو ثموث ثمطو العبد يغرقن العبد يرغان العبد وكذا يموت دي زلزلة إلى آخره نحسبهم كذلك تنجاتني قبل ربي من الشهداء ولكن وكذا نزل فلس بدليل عمر بن الخطاب اغتيل مات غدرا شهيد المحراب ولكن صلى عليه الصحابة ظلم فلس خاطر لو كان كل وين يسمى الشاهد ظل فلاس صافي الاولى عمر بن الخطاب ظل فلاس الصحابه ظلم فلاس وهو شهيد المحراب. الشرط الرابع ألا يكون سقطا. هذا المرة اللي فات أعتقد في هذا المجلس أو في مجلس علمي آخر إذا كان الجنين في بطن أمه له حقوق وكي يجي الدنيا له حقوق هكا في بطن أمه حياته حياة حكمية ليست حياة حقيقية. شو المعنى يس؟ ثورة نكوني حياتنا حقيقية أرانا أحياء ورانا نستنى وصلاة صلاة العشاء في مسجد مسجد التقوى ذراع المخدة تحديدا ما تحتاجش جوجل ولا رانا يا خير ولكن الجنين في بطن أمه اللوفة اللي تعبط قماس حياته حياة حكمية استصحابية خاطر ممكن يموت
عنده حقوق وهو جنين. برم الحقوق هذه، وسيأتي البيان مفصل شرف الفقه المالكي في الوقت المناسب كي ندخلوا في هذه المحاور، هذه المواضيع. ما من حقوقه حقه في الوصية. يجوز يونس يجي وصية تستامون، يونس يجي وصية يلوفان يلاني ثابوت قماس، يجوز. ذا ما يموت بافاس، يموت بافاس السنج الحقيس دي تريكة دي الميراث، ولكن الحقوق النظام تثبت له إذا ظهرت عليه علامة من علامات الحياة. مثلا إلو لسيت عبوط قماس ينصاد، ابتسم، ولا بكى، ولا صرخ عيط، حرك يده، يعني علامة من علامات الحياة. ما ظهرت فلاس بعد يموت، أنظر فلاس عادي والسيرد وإلى آخره. ولكن ما إلا يبي ضارة تبضيون يلولد في 5 شهور وفي 6 شهور وفي 4 شهور يلولد كان يموت، ما ظهرت حتى الحياة، حتى لو كان 9 شهور، ولكن لم تظهر علامة الحياة فلاس ثقي ونزل فلاس. ولكن ما إلا نزل فلاس خطرت لنا كان غاشي سقساني شخصيا في هذا المسجد سين مدن على الأقل اللي كنزل فلاس يقول لك جاء سقطا وصلنا عليه، يقول لا حرج عليكم، حكمها حكم الكراهة. هذا ما عادي. شفت الإسلام كيفاش موسع، ما يضيقش علينا، لا نضيق واسعا. نعرف، يكون عندنا معلومات معرفية، ثم إذا كان حصل ما ذكر فالحكم ماهوش الحرمة، حكمه الكراهة. الشرط الخامس لازم يكون يعني كاين العلماء يقول لك ثلثاء الميت فأكثر، 2 تيير الجسد ينس، وهذا شرحناه فيما سبق باش ما نعاودوش ربحا للزمن. ثم خامسا شروط الصحة، شروط صحة صلاة الجنازة. الشرط الأول الإسلام، طبعا لا يمكن أن تصح الصلاة من غير المسلم. الشرط الثاني العقل، المجنون مثلا. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، العقل هو اللي يوصلنا باش يكون عندنا النية، والنية من مقاصدها الجزم والحزم والتمييز، الميز بين صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات وإلى آخره، بين صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وغيرها. الشرط الثالث طهارة، يعني لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك الطهارة النظم، يعني طهارة من الحدث، والطهارة أيضا بالنسبة للنساء طهارة من الحيض والنفاس إلى آخره. وكذلك لازم طهارة في الثوب، طهارة في البدن، طهارة في موضع الصلاة. الشرط السادس استقبال القبلة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، استقبال القبلة. ثم نروح سادسا أركانها. الركن مزوارو يفان ذي النية، الركن مزوارو ذي النية، لعموم بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قلنا قبل حين بأن النية من مقاصدها الحزم وكذلك الجزم، وكذلك التمييز بين العبادات. تصلي الظهر مع العصر كلاهما 4 ركعات، كيفاش تميز بيناتهم؟ بالنية. النية هي اللي تميز بين العبادات. صافي النية باش الإنسان يقبل على الله عز وجل، يدعو الله يعني بإخلاص. وقد قرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بأن نخلص في الدعاء الميت. الركن الثاني صلاة الجنازة 4 تكبيرات. صلاة الجنازة 4 تكبيرات معها تكبيرة الإحرام، مع التكبيرة الأولى هكذا، لأنه ذاك فيه طبعا في أحاديث كثيرة إلى آخره. ولكن عمر بن الخطاب من الهدايا نتاعو لأمة الإسلام كما درنا في صلاة التراويح، هو اللي جمع المسلمين على صلاة التراويح على إمام واحد،
ذاقي أيضا حسم في المسألة، قال لك 4 تكبيرات، وبه أخذ السادة المالكية 4 تكبيرات. وما يغلظ الإمام، يغلظ أخطأ زاد لا حرج أيضا، لا حرج. وكذلك معناه لذلك لا الحكم ذي الفقه مثلا اللي يطوف مثلا يدير الطواف دير 6 أشواط يتسوم، يعني يأخذ حكم الغالب، يعني يأخذ حكم الغالب. يعني هناك رخص، ولكن الرخصة جاية مثلا نلجأ إليها عند اللزوم، ماشي من البداية الإنسان يجيب نية عند اللزوم. ساد معرفة، خلفية معرفية عندك الفقه تعمل به، هذا هو. نعم. يعني فإذا كان ذكروا له الحالان، يعني يزمر بعد مسميكتان تيد المصلين أدير تكبيرا نظام ودي يعود السلام. أما كان يزمر ويتعوذ عادي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بس قرارات خصوص غنعيد صلاة الجنازة نتعوذ صلاة الجنازة، لا نكرر، لا نعيد صلاة الجنازة. ثم الركن الثالث، هذا ركن من صلاة الجنازة، هي الدعاء للمتوفى، ندعو له. يعني متى يكون الدعاء؟ عقب كل تكبيرة تقول الله أكبر، دير دعاء، الله أكبر دعاء، الله أكبر دعاء 4 وهكذا، ثم تسلم. إذا صليت مع الميت فأخلصوا له الدعاء، وقد ذكرنا هذا الحديث، يعني تأكيدا لهذا الركن، الدعاء للميت. بعدين قولوا سورة الفاتحة وكذا، هل يكون هذا أم لا سنذكره بعد حين. معلش نذكره الآن باش نربحوا الوقت مباشرة. جماعة الخير، كاين في الفقه، في فقه المالكية ما يسمى بمراعاة الخلاف. ما إلا يون مثلا يون يكبر بعد كل تكبيرة يدير دعاء فقط. وقد ذكرنا بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نغمو لا شمع ولا شك، اللي ما يحفظش الأدعية المأثورة يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له، يعني الحد الأدنى عادي أسيدور. ما إلا يخدم الدعاء عقب كل تكبيرة، الله يبارك. إما إلا إغراض سورة الفاتحة كما عند غيرنا من الفقهاء، يعني عند غير المذهب المالكي، كما عند الشافعية مثلا، عند الحنابلة، معليش مراعاة للخلاف يجوز، باش بنادم بعد التكبيرة الأولى أدي غير سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية أدي غير الصلاة الإبراهيمية، وإذا كان يعني يكمل مازال يكفو يكمل الشيخ، مازال يكبر الشيخ، هذا يخدم الدعاء، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، بعد التكبيرة الرابعة الدعاء، وبعدين السلام. لذلك يأتي الركن الرابع وهو السلام. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث ذكرناه فيما سبق في الصلاة، وهذه الصلاة أيضا يصدق عليها ما يصدق على سائر الصلوات المكتوبات. خروجا من الصلاة يونيفك ينتهي بالتسليم، يتحلل بالتسليم. ثم سابعا مندوبات صلاة الجنازة كثيرة، منها تمزورث رفع اليدين في التكبيرة الأولى، هذا الترضيف ماشي بعد كل تكبيرة، التكبيرة تمزورث كان الترضيف سني. المندوب والسين مستحبة، أمور مستحبة، الإنسان يحمد ربي سبحانه عز وجل قبل الدعاء، حتى في سائر الأدعية قبل ما يدعو يتجه القبلة، يرفع يديه بالدعاء، يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويستغفر، وبعدين يدعو الله عز وجل، الحمد لله عز وجل قبل الدعاء، لأحاديث كثيرة أيضا في هذا الباب. المندوب الثلاثة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك المذاهب يظن بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما كفى، وبعدين الدعاء ذي تكبيرتين إدي قران. وقي المندوب ويص 4 الإسرار في الدعاء، ونحن في الصلاة ذي الظليف صلاة الجنازة ندعو الله سرا، ولكن من بعد
بعد الدفن إذا كان الإمام ولا أي واحد يعني دار كلمة على الدعاء للميت وكذا يدعو جهرا والناس تؤمن، وهذا أمر جائز. خمسة جهر الإمام بالتكبير والسلام، الإمام يجهر. ستة التيامن بالسلام كما يفعل الإمام والمأموم في سائر الصلوات. وبعدين سبعة وضع الميت أمام الإمام، الميت هذه اللي زدت الإمام. ثمانية هذه بعد فلاس كان عند الفقهاء يعني ما إلا الذراع أفضل ولا شو كان الشبر، هذه بعد فلاس ما يضيق الحال اللي يقرب الشبر، ما لا يوسع الحال التي تستبعد الميت الني في الإمام واحد ذراع قص كيغي لك. تسعة ذاكي نقول لكم المشهور في المذهب المالكي، المشهور في المذهب المالكي أين يقوم الإمام؟ بالنسبة للمرأة يقوم عند منكبي المرأة، ولكن يعني رفيثيس ميلا ذرقاز إذا الميت وسط الميت الرجل تلمست، ولكن الوقوف وسط الجنازة في الحقيقة من غير فرق بين الرجل والمرأة، هذا أيضا أمر وارد، رأي فقهي معتبر. خاطر ممكن نشوف الإمام ما دارش هذا الشيء، يعني لا ليس في ذلك حرج، هذه مستحبات، أي ذلك مستحبات في المذهب المالكي. المشهور في المذهب المالكي ما ذرقاز هذه قيمة الماست رفدة الإمام ما إلا صمتوث يعني في المنكبين ينس. آخر مندوب رأس الميت يكون عن يمين الإمام، رأس الميت يكون عن يمين الإمام. نسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وأن يرزقنا جميعا الستر في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا حسن الختام. آمين، والحمد لله رب العالمين.